دور الإعلام الحقوقي والاجتماعي في توثيق ورصد الانتخابات. تم اختياركم طبعا بعناية وبحث وتتبع لصفحات البعض والكتاب اللي يكون أيضا الجانب الحقوقي سواء لحقوق الإنسان أو أيضا لرصد الانتخابات. أخذكم ما شاء الله عليكم صفحاتكم متميزة، شفناها في الفيسبوك وأيضا مقالاتكم كتاباتكم. إن شاء الله من خلال هذه الدورة طبعا تستفيدوا من الإعلام الحقوقي الخاصة، كيف تصبح إعلامي حقوقي ومصطلحات حقوق الإنسان، وأيضا يتم تدريبكم على آلية الرصد. أنت كإعلامي حقوقي كيف ترصد الرصد الصحيح وفق المنهجية العامة لحقوق الإنسان. عدد من اللاعبين الحاليين قال لكم 3 أيام 4 أيام كلمتكم بعضهم. نتمنى في بداية الدورة أن يكون إنه عملية منظمة حق في هذه المنظمة رائدة في مجال دفاع عن حقوق الإنسان ورفض الانتهاكات. كثير من الأنشطة التي كانت تقومها منظمة حق تابعناها سمعناها ورأينا نتائجها على الميدان من خلال التقارير السنوية أو من خلال الفعاليات المتقيمة. نتمنى لكم في هذه الدورة أن تستوعبوا كل ما يتم وتكونوا فعلا بمثابة راصد حقوقي حقوق الإنسان في دور الإعلام في تشكيل الوعي ثقافة الإنسان. دور الإعلام الحقوقي، وما هو الإعلام الحقوقي؟ ونحن عندنا في ظروف بلادنا نتكلم الكثير من الوسائل أو الوسائل الإعلامية والقوالب الإعلامية التي تؤدي دورا تربويا تعليميا ثقافيا وتنويريا بشكل عام توصف الرسالة ومن ضمنها ولكن هناك إعلام يعني مهني ومتخصص في حقوق الإنسان. هذا الإعلام نحن نفتقده حتى في الدوائر المتعلقة بالدولة والتي تؤدي وظيفة حماية حقوق الإنسان أو رسم انتهاكات حقوق الإنسان. نجد أن هذه الدوائر وأيضا الدوائر السياسية تفتقد إلى الإعلام الحقوقي. عندنا مثلا في المحافظة الدائرة الإعلامية للانتقالي، وعندنا الدائرة الإعلامية للسلطة المحلية، وعندنا مكتب الإعلام، وعندنا مكاتب خاص للإعلام الحقوق في الجانب الاقتصادي، التقييم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرني أن أكون مشارك اليوم ورشة في هذه الدورة التقييمية أو التعليمية لرصد حقوق الإنسان لمنظمة حق والداعم لها الشبكة المدنية للإعلام، التي أتمنى من كل المشاركين أن يستوعبوا كل ما يتم من التدريب من قبل المدربين لهم، وأيضا يتم رصد الانتهاكات والاستفادة منها لتعقيم وتقويم حقوق الإنسان في المحافظة. شكرا لكم.